انا حبيت نتدخل خاطر كنت نتفرج فيكم، وحبيت نصحح حاجه. الاستاذه فسرت ما قالتش التفاصيل الكل. حبيت نقول حاجه مهمه ياسر. تفضل. وانا ديجا باش نتكلم معناها، ولكن باش نعطيك جزء من الحقيقه. اولا اللي قالت عليه الاستاذه اكدته لي واكدوه لي معناها انه معز بن غربيه، وهذا نقوله على مسؤوليتي، اعترف في محاضر البحث انه عمل هذا الكل باش ينتقم من سمير الوافي، وهذا تو تكتشفوه انتم بيدكم في محاضر البحث، وعندي ثقه في القضاء ومصحح على اقواله. هذا يتضارب بين اقواله واقوال محامي. ثم انه انا ما يتسماش اللي حبيت نعمله مع حمادي طويل، ربما الاستاذه غابت عليها بعض المصطلحات التقنيه الاعلاميه، ما يتسماش عمل استقصائي، هو حوار صحفي مع حمادي طويل، وانطلق عام 2011 مباشره بعد الثوره. وكان حمادي طويل في الوقت هذاك يمثل غنيمه تلفزيه بالنسبه لاي صحفي او مذيع، نظرا لكميه المعلومات الكبيره اللي كانت عنده. وتعرف الياس طريقه خدمتي ترتكز على، نقولها بكل صراحه، على البوز وعلى نسبه المشاهده وعلى كميه المعلومات والتصريحات والحقائق. اعتبرت انه حمادي طويل صندوق اسود، اعتبرت انه صندوق حقيقي. نيميرو 2 من رجال بالحصان الطرابلسي، كان شريك معاه اساسي في عديد المشاريع، وبالطبيعه بقطع نظر ما ندخلش في عمل القضاء هل هو مورط او لا، ذيك امور قضائيه، ما نتهم الراجل بحد شيء، ذيك امور قضائيه. ولكن ناكد انه السيد عنده اسرار وحكى لي عليهم. كيفاش تعاملت سمير للحصول على اللقاء الصحفي؟ شوف، خلينا نكمل لك الديتاي هذايا. تقابلت معاه في باريس واعطاني كميه نتاع معلومات اغرتني باش نعمل الحلقه، وشديت الصحيح وكبشت. السيد وافق، ثم استشار. فوقت اللي استشار قالوا له فك عليك، تراجع، قعدنا في اخذ ورد يتراجع وانا ماشي جاي على باريس. من بعد باختصار معناتها هو اللي بدا في الواحد، قال لي تعاوني، عندك علاقات وعندك علاقه بمسؤول فلاني صاحبك ويقولوا عليك وما نعرف شنو. انا الغايه نتاعي وقتها الحوار، وقتاش يتم الحوار ما نجمش نقول له لا ما نعاونكش، ما نحبش نخسر الراجل، قلت له نعاونك ما ثم حتى مشكل. طرق العمل نتاعنا للاسف في الغالب مضطرين ساعات لاستعمال طرق من النوع هذايا. هذيك طريقه العمل نتاعنا مع برشا ضيوف باش نجيبوهم، باش نقنعوهم يجيو. قلت له باهي، ربما هي خاطئه طريقه، ولكن هذه طريقه نتاع عمل يستعملوها برشا مناشطين. قلت له باهي، ما يسالش نعاونك من غير ما تكون عندي نيه اني نعاون، وما عنديش القدره على اني نعاون، ولكن قلت له ما يسالش نعاونك. من بعد ما قعدت نماطل فيه في انتظار انه هو يسجلش معي. ما صار حتى تدخل من طرفي مع حتى مسؤول، مستحيل معناه، ما فما حتى دليل على هذا. ما اتصلت بحتى حد؟ ما اتصلت بحتى حد. حتى حد. قعدت نمهتل فيه. من بعد هو معناتها سي حمادي طويل جاء وقت اللي عرفت اللي انا نماطل فيه وتفطن للحكايه، عرض علي انه مستعد يدفع فلوس، إذا يعطيني لي أنا الحوار، ومستعد يدفع فلوس لأي طرف أنا مش نتدخل معاه ونكلموا عليه. فلوس شخصيا لك أنت ولا فلوس لي؟ لا فلوس أنا ناخذ الحوار، وإذا الراجل قال لي إذا اللي باش يتدخل معناتها حاجته بفلوس أنا ندفع. واضح ولا؟ واضح. أنا بصراحة ما تراجعتش، حبيت نكمل المسرحية الى الاخر في انتظار اني نسجل ونمشي على روحي. كانت الغايه نتاعي اني نسجل في الوقت هذاك، ما يقلقنيش انا اني تصير الالاعيب هذه. المهم ما فماش تنفيذ. بالنسبه لي انا مستعد نمشي للاخر معاه، لانه حقيقه الرجل كضيف في اي برنامج مغري جدا كما قلت لك، نظرا لكميه المعلومات الرهيبه اللي عنده. صندوق اسود يعرف كل شيء. من بعد معناتها بعد سميري فضلك ايوه، واش نختم لك معناها باختصار. وافقت انا على ونعتذر للاساتذه على اني قطعت. تفضل سميري. معناتها وافقت انا على حكايه الفلوس، في بالي معناها باش يقول لي سي بون ونتفاهموا على فلوس وبعد نسجل على روحي. في باليش باش يا اخي قال لي لا، هذايا يلزمك تتفاهم مع فرد اخر. تو هذايا تو يجي في التحقيق ونكشفوه. صارت حكايه اخرى معناها في تونس، ولكن ناكد لك صارت حكايه اخرى
في نفس السياق. في نفس السياق انا كملت للاخر. ولكن فين توقفت انا؟ قعدت مجرد كلام ومجرد مسرحيه. انا وقت اللي قابلت الشخص الاخر اللي بعثوا لي هو على اساس انا باش نتفق معاه، ثم نطلع الباريس نسجل معاه هو. قلت انا ما يهمنيش تو نتفق معاه ونحكي معاه، ثم نطلع الباريس نسجل على روحي وبعد ما عادش نجاوب. انتهى الموضوع. للاسف معناها كانت الخطه نتاعي ربما خطه خبيثه نوعا ما، ولا توصفها باللي تحب، ولكن كانت في سبيل تسجيل حلقه مثيره مع حمادي تويت. والدليل الياس باش نختم لك. وقت اللي تقابلنا انا والشخص هذا وصارت المسرحيه، انا عملت علي التاليف والتمثيل، وهي للاسف وانا مانيش فايق كان عليها التصوير والتسجيل والاخراج. يعني طرف يصور فيا وانا ما في باليش به، وهي طريقه غريبه جدا. كنت تلقائي وسبونتاني، كنت اللي في مخي وقتها اني وقتاش نسجل ما يهمنيش. وقت اللي اتفقنا في اخر الجلسه مشى الشخص هذاك على روحه وكلمت انا باريس. قلت له سي حمادي سي بون نجم نطلع نسجل معاك توا هكا. اتفقنا فماش لا فلوس ولا خذيت فلوس ولا ولو دينار، مجرد كلام مازال كلام. الراجل ما خلانيش، ما عطانيش موعد للتسجيل، وانطلقت المماطلات من جديد. ثم اكتشفت اني انا سجلت. يعني اكتشفت اني انا تسجلت. قبل ما نكتشف انا تسجلت فتك بالكلام، وقت اللي عرفته هو يماطل فيا صرفت النظر على الحكايه الكل. على حكايه الفلوس وعلى حكايه خاطر ما كانتش جديه وما كنتش ناوي ننفذها. ثم نسيت حكايه الحوار. والراجل من عام 2012 الى حد الان اكثر من 3 سنوات ما قابلتوش بالكل لا هو ولا افراد عائلته ولا اي طرف من طرفه هو. وانتهت الحكايه غادي. سمير نجم نتفاعل معك شويه؟ كلمني بعد ذلك في مناسبات معينه راس العام وكذا باش يعيد علي وعادي جدا يحكي معي. سمير نجم نتفاعل معك شويه؟ الموضوع لهنا بالنسبه لسي معز بن غربيه باختصار جمله واحده. شوف الهيستوريك نتاعنا الياس، والراي العام يشوف الهيستوريك نتاعنا تو يفهم اللي هذه عمليه انتقاميه وليست عمليه استقصائيه. يعني من حادثه الكاسات اللي تسرقت في كاكتوس وفما قضيه في اريانا تولاتها المحامي الاستاذه كوثر اللي بجنبك، الى حد المحاوله الفاشله هذيك اللي حب يشوهني بها واعترف بها، هو حب يشوهني بها وحب يخرجني انا عميل الحزب معين، الى حد فشلت هذيك فعاود الكره. شوف التوقيت نتاع الكره الثانيه فيها سوء نيه كبير ياسر. لو 28 فيفريي حسب تصريحات سي حمادي تويت، يعني لو 28 فيفريي وقت اللي انا سبوت نتاعي نتاع برنامج لاباس قاعد يتعدى في التلفزه ونقول فيه معز بن غربيه به وعليه وانسان حقود. تعتبر انه معز بن غربيه ترصد. هز التليفون وجدد الاتصال من جديد حمادي تويت وقال له حاجتي بهاك التسجيل، رجع يحكي عن التسجيل. ايش معناها في التوقيت هذاك بالذات؟ اسكو العمل الاستقصائي فجأة قام عليه في الوقت هذاك بالذات؟ واسكو العمل الاستقصائي يقوم على سمير الوافي بالذات؟ معناتها اش كان سمير الوافي باش يقوم عليه عمل استقصائي؟ واسكو انا وليت مجرم خطير بالنسبه لمعز بن غربيه وحمادي تويت ولا ضحيه؟ معناها انا نستغرب. يعني شوف الفيلم اللي معمول سمير. الفيلم توا ماشي في اتجاه مجرم وضحيه وبطل. البطل اللي يلزمه يخرج توا هو سي معز بن غربيه، والمجرم هو سمير الوافي، والضحيه هو سي حمادي تويت. سي معز بن غربيه كيفاش يلزمه يخرج روحه من الحكايه؟ يلزم يروج حكايه انه هو معناتها يعمل في الاستقصاء، وسمير الوافي المجرم الخطير والكبير. انا كي جيت نعمل في حوار مع حمادي تويل ما كانش القصد نتاعي نضر حتى عبد او ان نورط حتى عبد، كان عمل صحفي، ولكنه هو كان يحب يورطني انا. وللحديث بقيه. سمير للحديث بقيه. سمير بعض الاسئله السريعه يفضلك. الان خذيت فرنك، خذيت دورو ولا دورو، وهذا انا واثق موجود في البحث. ولا دورو بشهاده حتى هو حمادي. هل اتصلت بطرف سياسي؟ ما خذيت حتى دورو. هل اتصلت بطرف سياسي على خلفيه هذا اللقاء اللي كنت تنوي ان هذه اسئله مهمه، ميرسي على الاسئله هذه. ولا طرف سياسي، لا انا اتصلت بطرف سياسي ولا طرف سياسي اتصل بي. انا استعملت
اسم طرف سياسي لضمان للوصول الى حوار صحفي سبق صحفي. بالنسبه لي انا كان كبير برشا وكان حوار برشا حقائق كبيره. استعملت حيله من الحيل للوصول الى هذا الحوار وتسجيل هذه الحلقه. لا خذيت فلوس ولا اصريت باش ناخذ فلوس ولا كملت في الجري وراء الفلوس، جريت وراء الحلقه. هل يخيفك سمير الوافي انه هالتسجيل هذا يخرج للعموم؟ ما يخوفنيش ولكن هذا يقرر القضاء. ما نقرروش انا. واضح، لكن انت قاعد الان توضح في خلفيات هذا التسجيل. التسجيل في عهده القضاء ماهوش في عهدتي انا، وهذا امانه عند القضاء. انا نحب نصحح لك حاجه في الفي تي ار اللي تعدى، انه زميله اللي عدت الفي تي ار كالعاده معناها ترتكب خطا، تقول انا تمنعت من السفر. انا ما تمنعتش بالكل. لا اسمعني سمير، ما تمنعتش. النيابه ثم اصرار من وسائل الاعلام على نشر هذا الخبر رغم تكذيبه 3 مرات من الناطق الرسمي باسم النيابه العموميه. سمير جست نوضح لك، سهام محمدي رجعت الى ما سمي الاليه 017 اللي جبد عليها زياد الهاني، ولذا في كل الحالات ناكد لك انا وهاني ناكد للساده المتفرجين اللي النيابه العموميه في اكثر من فرصه قال تحجير السفر على سمير الوافي غير موجود، وذاك علاش اليوم الساده المحامين باش نسالهم شويه على الاليه هذه 017. كلمه اخيره اللي كانت بربي خليك مع الاساتذه ونعتذر على التدخل. مرحبا بك سمير، مرحبا بك سمير، شكرا لك على كل التوضيحات.